أسود القاعة يكتسحون أنغولا في أول اختبار بكأس إفريقيا، المغرب 2024. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة الأمس على منتخب أنغولا ب5 أهداف مقابل هدفين، في أول مباراة للأسود في كأس إفريقيا للأمم، المغرب 2024. وانطلق الشوط الأول بسيطرة العناصر المغربية على معترك المنتخب الأنغولي الذي نهج خطة المرتدات. وفي هجمة مباغثة مرتدة تمكن المنتخب الأنغولي من تسجيل هدف الأول، إلا أن هذا المعطى لم يدم طويلا بعد تعديل الكفة عن طريق اللاعب ريس فني. واستمر ضغط المنتخب المغربي على دفاع أنغولا ليثمر هدفا ثانيا بواسطة اللاعب الشعراوي، لينتهي الشوط الأول بفوز الأسود ب2-0. في الشوط الثاني واصل لاعب المدرب هشام الدكيك ضغطهم على معترك أنغولا ليثمر عن 3 أهداف عن طريق أنس العياني والشعراوي. وسجل المنتخب الأنغولي الهدف الثاني قبل دقيقة من نهاية المباراة، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بخماسية ل2. وتجرى منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة بالرباط، ما بين 11 و21 من أبريل الجاري، في قاعة ابن ياسين وقصر الرياضات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وتشارك 8 منتخبات إفريقية، تم توزيعها على مجموعتين، في النسخة السابعة من كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2024. وكانت قرعة الأدوار النهائية قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات أنغولا وغانا وزامبيا. كما أسفرت القرعة عن تواجد منتخبات مصر وليبيا وناميبيا وموريتانيا في المجموعة الثانية.